بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن خلال برامجنا برنامج فاسألوا أهل الذكر نحييكم في هذا اللقاء الذي يتجدد أسبوعيا. وفي حلقة اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون موضوعنا عن رحمة الأولاد وحسن تربيتهم. الأولاد هم أكبادنا تمشي على الأرض. الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولعله من الأمور الفطرية المغروزة في الناس وحتى في الدواب هذه الرحمة وهذه الصفة فتجد حتى البهيمة ترفع خافرها عن صغيرها كي لا تؤذيه. وهذه التربية وهذه الرعاية وهذه العناية لا شك لها مقتضيات شرعية، ولها أهميتها في بناء كيان الأسرة في المجتمع الإسلامي. وفي هذا الموضوع الهام الذي يعني كل بيت وكل أب وكل أم وكل فرد في المجتمع، يطيب لنا أيها الإخوة ومن رحاب شبكة السلام الفضائية أن نحييكم، ويسعدنا أن يكون هذا اللقاء بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن سلمان، فأهلا وسهلا به. أهلا وسهلا، مرحبا بك بالمشاهدين. الأحباب الكرام، في هذا اللقاء الهام وهذا الدرس التربوي على ما يتطلبه من أن نقف فيه من القرآن الكريم ودلالاته عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بدء حديثنا إن شاء الله تعالى يطيب لنا أن نسمع عن ما يخص الأبناء. من هم الأبناء وما الذي يستوجب لهم من الحقوق الشرعية التي كفلها لهم هذا الدين الحنيف؟ فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما امتن الله به على عباده من المنن والنعم أن يرزقهم الأولاد ويرزقهم الذرية، فإن هذا من النعم التي تستوجب الشكر وتستوجب الثناء لله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للأولاد أو الأبناء، نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن عدة مصطلحات في هذا الموضوع، فيذكر القرآن الكريم الأولاد. والقرآن عندما يذكر الأولاد لا يعني كما هو الدارج عندنا في لغتنا العامية الأولاد، لا يعني الذكور، إنما يعني البنين والبنات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إلى غير ذلك من ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدل على ما هو متولد عن الأصل. فالولد هو ما خرج من صلب الأبوين، ما خرج من صلب الأبوين وما خرج من صلب الرجل عموما يسمى هذا ولده، هذا ولده. ثم يأتي بعد ذلك التفريق بين البنين والبنات. فالقرآن الكريم يذكر البنين أحيانا ويذكر كذلك البنات أحيانا أخرى. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مثلا، هنا المقصود بهن الإناث. وأحيانا كلمة البنين تجمع الجنسين معا أحيانا، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. البنين هنا يعني الذكور والإناث.
فالخلاصة أن مصطلح الأولاد هو ما يتولد أو يتفرع عن الأصل، سواء كانوا بنين أو بنات. ده المصطلح المعروف في القرآن الكريم. الأمر الثاني، يطلق كذلك الأولاد سواء كانوا بنين أو بنات، يطلق كذلك على الأحفاد، كما أنه يطلق على الابن المباشر، يطلق كذلك على الحفيد. ولذلك في علم المواريث يقول لك البنين وإن نزلوا والآباء وإن علوا. فالأب يطلق على الأب المباشر، ويطلق على الجد، ويطلق على جد الجد، وهكذا. والولد يطلق على، أو الابن يطلق على الابن وابن الابن وابن الابن وإن نزل، وهكذا. كل هؤلاء ما داموا جزء من الأحفاد فهم أبناء الرجل. وهذا هو مصطلح الأولاد أو مصطلح الأبناء عندما يتناوله القرآن الكريم. وبطبيعة الحال القرآن الكريم وهو يتحدث عن هذه النعمة العظيمة يوجب لها حقوقا. يعني الله سبحانه وتعالى يوجب، كما أن الأب له كما أن الأبناء عليهم حقوق والآباء عليهم حقوق لأبنائهم، كذلك الأبناء لهم حقوق من قبل الآباء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يقول: وإن لولدك عليك حق، وإن لولد عليك حق. فهذه الحقوق يعني نص عليها الشارع، لأنها منظومة الحقوق بشكل عام في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهواء الناس ولا تركت لرغباتهم، ولكنها جاءت تشريع من حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى نص على هذه المنظومة من الحقوق. فأول حقوق الأولاد أو حقوق الأبناء والبنين والبنات على الوالد أو على الأب هو أن يختار لهم الأمة الصالحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة تحدثت منذ البداية في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تنكح المرأة ل4، ومنها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم العوامل الأخرى: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ونسبها ودينها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالرجل عندما يختار الزوجة الصالحة تساهم معه في تربية الأبناء وتعليمهم ورعايتهم والاعتناء بهم والاهتمام بهم، وبالتالي هذا أول ما للأبناء من حقوق. ثم أيضا من حقوقهم كذلك عند إتيان الرجل لزوجه أو لزوجته بالمعنى الدارج، لما يأتي لزوجته علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدعية المطلوبة في هذا المقام، لأنك إن رزقت في هذا المقام بمولود فإن الدعاء يجب أن يسبقه، والدعاء يستحب أن يسبقه الدعاء، ليجعل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام مقاما مباركا، ويستحضر الإنسان نية الولد الصالح في هذا المقام، فلا يكون الإنسان كالكائن الحيواني الذي يعني تدفعه الغريزة دون الالتفات إلى المعاني ما وراء هذه الغريزة. النقطة الثالثة هي من لحظة ميلاد هذا المولود، ما قبلها طبعا في رعايته في بطن أمه، هذا يتطلب الاهتمام بأمه، الاهتمام بصحتها، بغذائها، بمتابعتها، ومما يدخل فيها كذلك المتابعات الطبية للإطمئنان على هذا المولود، وأن يكون مولودا صحيا مهتما به معتنى به إلى غير ذلك. هذا كله مما ندخله كذلك في دائرة الحقوق التي على الأولاد. ثم أول الخروج إلى هذه الحياة، فإن ما يلزم هنا أن أول ما يسمعه هذا المولود هو أن يسمع الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، من خلال على كل موضوع الأذان. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسمى التحنيك، والتحنيك هو أن يمضغ الإنسان تمرة ثم يلينها ثم يطعمها للمولود، فهذا أيضا كان مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد مرور 7 أيام من ميلاد هذا المولود نصت الشريعة كذلك على موضوع التسمية وموضوع العقيقة، والشريعة نصت على أن المولود رهين بعقيقته حتى يعني تذبح له هذه العقيقة. فعندنا في اليوم السابع أمرين أساسيين: أن يسمى المولود،
وفي موضوع الأسماء عندنا موضوع أن تختار له أحب الأسماء وأجمل الأسماء وأرضى الأسماء، وأن تتجنب كذلك الأسماء التي فيها إشكال، أن تتجنب الأسماء مثلا المنهي عنها، كالأسماء التي لها صلة باختصاص الله عز وجل، فلا يسمي مثلا الشخص ابنه الرحمن، ولا يسمي ابنه الله، ولا يسمي ابنه الرب، ولا يسمي ابنه الشافي، كما هي على كل من الأسماء المخصوصة لله سبحانه وتعالى، ولكن يمكن أن يسميه عبد الله، عبد الرحمن، أحمد، همام، كذا، الحارث، همام، إلى غير ذلك من الأسماء المحببة. كذلك من الأسماء المحببة أسماء الأنبياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له مولود قال سميته إبراهيم، تيمنا بجده عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام، فكان من أسماء أولاده إبراهيم عليه السلام. إذا هنا من حقوقه مع الأولاد أن يختار لهم الوالد التسمية، وأن يكون هنالك تشاور بين الوالدين. وللأسف الشديد في بعض الأحيان تحصل المشاجرة والإشكالات أثناء التسمية، فتريد المرأة أن تسمي ويريد الرجل أن يسمي، فنحن من هنا نقول كحق، هو حق للوالد أن يسمي هذا الرجل ولده أو بنت، ولده من بنت أو ذكر، ولكن لا يعني ذلك أيضا لا يستشير زوجته، لا يسمع منها، أو لا يكون هنالك نقاش بينهم في هذا الموضوع، لكن كحق هو صاحب الحق في هذا الموضوع. ثم تأتي بعد ذلك أيضا موضوع العقيقة مع التسمية. عندنا موضوع العقيقة، وهو أن يذبح للذكر شاتين وللفتاة شاة واحدة، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عندنا بعد ذلك ما يدخل كذلك في حقوق الأبناء موضوع الختان. هذه كلها الآن نتكلم نحن في قضايا غالبا لها علاقة بالأشياء الطبيعية، لازلنا نتكلم في الوضع الطبيعي، لأنه هكذا تتشكل الآن شخصية هذا الطفل. أول ما سميته، ذبحت له، كل هذه رمزيات ومحاولة إيجاد علامات لهذا المولود، فبهذه التسمية سيظل الولد بعد ذلك معروفا بين الناس، علامة، اسمه علامة عليه ودالة عليه. أيضا في اليوم السابع نفسه أيضا من السنة أن يحلق شعر هذا المولود، ثم يتصدق بوزنه من الذهب، من الفضة، يتصدق بوزنه من الفضة، وثبت ذلك كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هنا نقول بعد هذه الأشياء الطبيعية والفطرية التي يجب أن يتعامل بها الناس، هنالك مسألة مهمة جدا، وهو النفقة الواجبة على الأولاد. يعني يجب على كل والد أن ينفق على أولاده، وأن يهتم بهم، يهتم بصحتهم، يهتم بطعامهم، يهتم بشرابهم، يهتم بسكنتهم، كل ذلك يدخل في مفهوم ما نسميه نحن الآن بالإنفاق. فالإنفاق واجب على الرجل، واجب على الوالد تجاه أبنائه. هنا على كل تبقى بعد ذلك النواحي القانونية أو النواحي الفقهية فيما يتعلق بالعمر الذي يقف عنده الوجوب، لكن أنت ما دمت قادر على كل إنفاق على أولادك حتى مرحلة البلوغ، هذا محل اتفاق أنك تنفق عليهم حتى يبلغوا. وطبعا سيكون هنالك اختلاف بين الأنثى والذكر فيما يتعلق بأن الذكر ممكن أن تتوقف عن الإنفاق عليه في مرحلة الرشد، لكن الفتاة قد تستمر معها حتى تتزوج، لأن الولاية تنتقل من الأب إلى الزوج بطبيعة الحال. فموضوع الإنفاق من الأشياء المهمة. حنأتي إلى شيء من تفصيل في هذا. نعم. جزاكم الله خير. شكرا لفضيلة الدكتور على يعني هذا الاستهلال وهذا البناء حقيقة اللي يمر بنا ليس إلى مرحلة الوجود عندما يولد وعندما يأتي، فهذه الرحمة وهذه التربية حقيقة يؤسس لها من مرحلة اختيار الزوجة، ثم العناية حسب ما يعني استمعنا من الشرح الوافي، بحيث يكون هذا البناء حقيقة بناء متماسكا قويا، وعندما يأتي إلى الحياة الابن يجد أمامه أيضا جوا حقيقة من العناية والرعاية الذي بإذن الله يجعله في بيت ساكن آمن. فضيلة الشيخ، حقيقة ونحن نقول رحمة الأبناء نحب أن ندخل إلى هذه الرحمة، إلى هذا الدين الذي حقيقة من خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ربما المرحلة اللي هي مرحلة الصبا، كيف تكون هذه المرحلة مؤثرة بأسلوب حقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف كان مع الأولاد يتعامل، برغم مقام النبي صلى الله عليه وسلم
لكنه مع هذه الفئة وهذه المرحلة العمرية، وربما أيضا هناك تربية تناسب مرحلة عمرية قادمة، لكن في هذه المرحلة التأسيسية حبذا لو وقفنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في قضايا التقبيل، في قضايا الدم، في قضايا يعني أن يكون قريب مع الأطفال، يحسسهم وينزل إلى مستواهم، يعني أو إلى ما يتطلبونه ربما من السماحة واللعب ونحو هذا. هذا الموضوع حقيقة مهم للآباء، وربما الجفوة موجودة في بعض الحالات حتى مرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أيضا غير معدومة في المجتمعات الآن يغفل عنها. فنريد أن حقيقة هذه الرحمة أن نعيشها مع أبنائنا في بيوتنا كيف تكون. فتفضلوا في هذا المقام يا شيخ، بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وهو الكمال البشري في علاقته مع الطفولة صح التعبير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بذريته، سواء كانت الذرية المباشرة أبناءه أو كانت أحفاده. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأعطف الناس وأرأف الناس بهم. فكان كما يقول أسامة بن زيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني بيمينه ويأخذ الحسن بشماله، ثم يجلسنا على فخذيه، ثم يضمنا إليه، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. يعني كأنما النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن هنا أسامة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه عليه الصلاة والسلام، مع أنه ليس ولده لكنه كان ابن زيد، وزيد طبعا معروف أنه كان متبنى من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل أسامة وزيد نشأوا كلهم في بيت النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أسامة كما يتعامل مع حفيده الحسن رضي الله عنه. ثم نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتعامل مع فاطمة رضي الله عنها، وهي بنته وكانت حبيبته عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت فاطمة قام إليها واحتضنها وقبلها، ثم فرش لها رداءه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقولون طب الطفولة، يعني بالنسبة لهم يعرف تماما مداخلهم ويعرف ما يحبون. كذلك عندما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع يقابله أطفال صغار وهو ذاهب إلى المسجد، فيداعبهم ويؤانسهم. وقصة عمير من القصص المشهورة، كان لعمير عصفورا صغيرا يداعبه، ويبدو أنه في يوم من الأيام مات العصفور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعب عمير، يقول له: يا عمير ما فعل النقير. فكل ذلك كذلك يوقفونه عليه الصلاة والسلام، يوقفه الأطفال في الطريق ويسألونه ويداعبهم ويلاعبهم. كل ذلك حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم أنت لا تضعه في خان، لا نقارنه مطلقا لا برئيس ولا بملك ولا بأمير من الأمراء، لأنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والنبوة والقيادة والقضاء والتشريع إلى قيد عليه الصلاة والسلام. فلك أن تتصور هذا القائد الذي يقود الجيوش ويستقبل النبوة ويستقبل الوفود ويودع الناس، ومع ذلك ويؤدي إمامة الصلاة في المسجد، ثم تجده مع ذلك يهتم بأطفال المسلمين ويداعبهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. ويكون أحيانا في الصلاة عليه الصلاة والسلام فيأتي الحسن والحسين، أو يأتي الحسن فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره عليه الصلاة في الخطبة، ويحمل الحسن ويصعد به إلى المنبر. وأحيانا يعني يكون في سجوده عليه الصلاة والسلام فيأتي أيضا الحسن والحسين ويقعدان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتأخر النبي في السجود حتى ينشغل الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ينزل هؤلاء فيرفع النبي من سجوده، فيسألونه بعد ذلك ما الذي حصل، فيقول: هذا ابني يعني الحسن أو ولداي، يعني كأنما اتخذوه دابة، يعني ركبوا عليه، فقال: ما أردت أن أزعجهم، يعني كأنما صبر عليهم حتى يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كان رحمة للعالمين بكل ما تعني الكلمة. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد صراخ طفل في مصلى النساء، فيعجل من صلاته رفقة بالطفل رفقا بالطفل ورفقا كذلك بأمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرأف الخلق بالخلق، هذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام. وكان يأتيه أحيانا الأعرابي ويقول له: يا رسول الله،
أو تقبلون الأطفال أو تقبلون أولادكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، فيقول والله ما قبلت واحدا من أولادي يوما، فيقول أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني إيش أفعل لك؟ يعني هذه أنت نزع الله سبحانه وتعالى الرحمة من قلبك. ويأتيه آخر يقول يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت إنسانا منهم، ما قبلت إنسانا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فهذا كان عليه الصلاة والسلام حقيقة ديدنه مع الناس وديدنه مع الأطفال وديدنه مع الصغار، وهم على كل يعني يفعلون هذه أو يمارس معهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الممارسات المختلفة. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح وعلى هذه الرحمة التي حقيقة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان حقيقة يعني يرعاهم ويحس بهم ويتنزل إلى رغباتهم وإلى مستوى يعني عقولهم. وهذا لا شك مطلوب من المربين ومطلوب بالخصوص يعني من الآباء والأمهات، إشعار الأولاد بهذه المحبة وبهذا القرب، سواء كانوا بنات أو أولاد، حتى حقيقة يعني هذه العاطفة وهذه يعني الميزة من الرحمة ومن الحنان ومن الألفة حقيقة تكون يعني قريبة وحاضرة في تربية الأبناء، حتى هم أيضا عندما يكبروا تنتقل إلى يعني همهم وإلى صفاتهم، وبالتالي تكون اللحمة والأسرة يعني قائمة على هذه الأسس السليمة في البناء يعني التربوي. حقيقة يعني يطيب في هذا الحديث أيضا أنه مسألة قد أشرتم إليها، مسألة أنه يعني العدل بين الأبناء يعني كيف يكون، سواء في الأمور في المعاملة يعني من حيث الحب ومن حيث التقريب ومن حيث يعني قد أحيانا الآباء يميلون إلى ابن ما أو بنت ما لما فيها من ربما من صفات أو من حسن خلق أو من بر وكذا، لكن الأب ما الذي عليه أن يكون حقيقة في تعامله وفي عواطفه وفي رحمته وفي يعني حسن رعايته لهؤلاء الأبناء من هذه الجوانب. أيضا ما تفضلتم به وأشرتم إليه من حيث النفقة، أيضا هل هذه النفقة متساوية من ذكور للناس من وجه، ومن وجه آخر أيضا من الناحية مثلا يعني التعليمية، مثلا قد يكون واحد تعليمه مكلف، وهل هذا أيضا الأبناء كيف يوجهون عندما يرى أحد تعليمه مكلف والآخر ربما يرى. هذه القضايا من قضايا العدل عامة في تعامل مع الأبناء يكون لنا وقفة فيها إن شاء الله، تفضلوا تنورون فيها. بارك الله الله يجزيك الخير. موضوع العدل من القضايا التي أمر الله تبارك وتعالى بها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبطبيعة الحال العدل من القضايا التي حقيقة قامت عليها السماوات والأرض وقامت عليها العلاقات الإنسانية، فالله سبحانه وتعالى أمر الرجال عند التزوج بأكثر من واحدة، أمرهم بالعدل وأمرهم كذلك في التعاطي مع أولادهم بالعدل. لكن كما تفضلت يخلط كثير من الناس أحيانا في مفهوم العدل فيظنون ما ليس بعدل عدلا، ويظنون كذلك ما هو عدل يظنونه ظلما. هذه أيضا واحد من الإشكالات. على كل أنا ذكرت بمجموعة من الأشياء فيما يتعلق بالحقوق، هذه كلها يتساوون فيها، اختيار الأسماء، مسألة العقيقة، مسألة هذه كلها نصت عليها الشريعة. وبالتالي العدل في ذلك، العدل في التسمية، العدل في العقيقة، العدل في أعلى كل، هذه كلها يكونون فيها متساويين. بقي هنالك أمران أساسيان لا بد أيضا من العدل فيهما. المسألة الأولى هو الجانب الإنفاق، العدل في الإنفاق. فالعدل في الإنفاق يعدل بين أبنائه في النفقة عليهم، بمعنى أنه نفترض أن الرجل له سواء زوجة واحدة أو كان له زوجتان، لا بد أن يكون بين أولاده جميعا العدل هو السائد. طيب، العدل هنا في مسارين، العدل في النفقات والعدل في الهبات. النفقات يمكن أن يقع فيها التفاوت، النفقات قد يقع فيها تفاوت، بمعنى في طالب اجتهد ودرس وسعى وخياره أن يدرس كلية الطب مثلا. نعم. واحد آخر
خياره أن يدرس كلية الاقتصاد أو يدرس تربية أو يدرس كلية الشريعة أو يدرس القضاء، المهم. نعم. لكن عندما أراد الوالد أن ينفق على هذا وهذا، وجد أن هذا ينفق عليه 4000 وهذا ينفق عليه إيه؟ 2000. في النفقات لا حرج هنا. نعم. هنا لا إشكال ما دام أن هذا مجاله فينفق عليه بحسب مجاله. نعم. وهذا كذلك مجاله فينفق عليه بحسب مجاله. أيضا أحيانا قد يكون في ابن ساكن في مدينة السكن فيها رخيص، واحد آخر ساكن في مدينة سكنوا فيها مرتفع، سينفق على هذا $100 وعلى الثاني إيه؟ $200. نعم. فهذا عدل لكل واحد، بمعنى هو وفر ما يلزم من سكن لكليهم، مثل ما أنه ينفق على المرأة الساكنة في حي راقي بسكن، وينفق على أخرى ساكنة في البادية وتزوجها في البادية كذلك بحسبها بما يماثلها كل حالة بما تماثلها. هنا لا حرج، يعني موضوع التفاوت في هذا الاتجاه ليس فيه إشكال. ولا يحق للطرف أن يقول لا ليس له، ليس له فلان. الحق في هذا الموضوع. ثم هنالك نفقات ذات طابع نسوي تحتاجها البنات ولا يحتاجها الولد، فلا يأتي الولد يقول والله يا أبي أنت ميزت علينا البنات، سيقول له الوالد ميزت البنات في شأنهن. ويمكن هنالك شأن في الأولاد ليس بلازم أن تطالب به أيضا إيه؟ البنات. وهكذا هذه الأشياء لا بد أن ننتبه إليها. يبقى هنالك شيء آخر وهو لا بد فيه من المساواة وعدم المفاضلة، وهو العطايا والهبات. نعم. ما عنده علاقة بالإنفاق. أنت ما شاء الله عندك مبالغ من المال وأردت أن تعطي أولادك هبات، فصرت تؤثر واحد على الآخرين. هنا الآن ليس لأنه له حاجة، لا، بس كده والله قلت هذا أنا أحبه، ولدي هذا أحبه، فصرت تعطيه. هذه المسألة على كل من المسائل التي ربما يقع فيها كثير من الناس، والذي عليه جمهور العلماء أن المفاضلة بين الأولاد في العطايا لا يحبذها الشارع. نعم. يعني أن تساويهم في العطاء. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاءه واحد من الصحابة وأراد أن يعطي واحد من أولاده هبة، يعطيه عطية. نعم. فرفضت الأم، قالت إلا أن تشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما خشيت من الأولاد الآخرين يعملوا إشكال. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ يعني هل كل الأولاد أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا؟ نعم. قال لا. قال إذن لا أشهد على زور. وفي رواية أخرى قال أتريد كل ولدك أن يبرونك، يعني يتساوون في برك؟ قال نعم. إذن أعدل بينهم. فكأنما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بر الأولاد بعدالة السلوك. جميل. فكأنما الذي لا يعدل بين أولاده عليه أن يتصور ردات الفعل، شعورهم بالظلم، شعورهم بالغبن، بأنه والله في تفضيل طرف على طرف. هذه الأشياء قد تسبب أن الأبناء فيما بينهم يتباغضون، وقد يبغض أحدهما والده بسبب أنه لم ينصف بينهم. على كل هذه من الأشياء هنالك على كل مذهب أو رواية الإمام أحمد في أن مسألة التفاضل أحيانا يقول إن كان لها داعي فلا حرج، إن كان لها داعي فلا حرج. وهنا طبعا لأنهم وجدوا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أهدى أو أعطى هبة أو مزرعة معينة لعائشة رضي الله عنها، وكان في حياته تأخذ منها عائدة. فهنا على كل إما أن عائشة كانت بحاجة إليها، وإما ودي في رواية أخرى ترجح أن إخوانها الآخرين كانوا قد رضوا بذلك. هذه ممكن، يعني واحد من ممكن أنت إذا رأيت أن واحد من أولادك محتاج دعم لا حرج أن تسترضي بقية الأولاد إذا كانوا لا يمانعون من ذلك، لكن إذا امتنعوا فمن حقهم. إذا امتنعوا للأسف الشديد، يعني أنا أدركت في زيارتي الأخيرة مشكلة أسرية، وهو أن الأم مثلا منحت قطعة أرض لواحد من أولادها وأوجد ذلك نزاعا مع بقية الأبناء. فأنا كنت أقول لهم هذه واحدة من الإشكالات التي فعلا يعني إذا تعاملنا فيها بمنطق إنه والله هو صاحب حق يريد أن يعطي، لكن نقول له اعطي بعدل، ما دام أنك تعطي
هذا على كل فيما يتعلق بالإنفاق والعطايا. فالأصل أن يتجنب الإنسان التفاوت في العطايا، ولا حرج في التفاوت في في موضوع الإنفاق. طبعا الشيخ ابن عثيمين له رأي فيما يتعلق بالعطايا، وحقيقة لم يعني إلى الآن أحاول أن أستوعبه، وهو أن الشيخ ابن عثيمين يرى إذا أعطيت الولد 100 فتعطي البنت 50، واعتبر هذا للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هل قياس البنت في موضوع الميراث، هل في حياتها يلزم في العطايا أن تكون بنفس أنصبة المواريث؟ هذه المسألة على كل تحتاج تحتاج إلى وقفة. أنا شخصيا الآن لم أطمئن إلى هذا الموضوع، لأن موضوع المواريث في فلسفته مختلف بشكل كبير عن موضوع العطايا الدنيوية. موضوع العطايا قد لا يلزم منه قد لا يلزم منه لأننا سندخل في إنه والله طيب إذا كانوا إخوة لأم، الأم عندها أولاد وعندها بنات، إذا أردت في الإخوة لأم أن تعملهم بمنطق المواريث فهم يتساوون. تساوون مش كده؟ نعم. ما في تفاوت بين الإخوة لأم في الميراث. فهل سنقول للإخوة لأم إذا أعطت الأم أولادها تعطيهم بالتساوي ذكور وإناث، أم سنقول تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ فهذه إشكالية على كل، إذا أن تقيس حالة الحياة على حالة وعلى كل الذي يطمئن إليه أن العطايا الأفضل أن يساوى بين البنين والبنات في الحياة الدنيا، تساوي بينهم في العطاء ما دام أنها هبات وليست حالة إنفاق. في الإنفاق ما في إشكال، الفتاة لها احتياجاتها والولد له احتياجاته، فممكن ما تنفقه على الفتاة أحيانا قد يكون أكثر ما تنفقه على الولد. صحيح. خصوصا احتياجات البنات أكثر من هذا. على كل فيما يتعلق بموضوع الهبات وموضوع العطايا، ولا بد الإنسان على كل أن يكون حذرا في هذا. بعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا زوجت أولادي الكبار، فيروح يعمل ايش؟ يخرج مبالغ للذين بقوا، وهنا هو خلاص في مرض الموت، يطلع من المال يقول هذا لزواج الأولاد. هنا لا يصح، لأن المال بعد موته انتقل إلى من الآن؟ إلى الورثة، ومن لحظة الموت سقط الحقوق والواجبات، يعني ليس عليك واجب في الصغار بعد ذلك. لاحظت؟ فقضية إنه والله أنت قمت بواجب فيما في الفترة التي كان الأولاد متساوون في السن متساوون، قمت بما يليق، ثم حصلت الوفاة. هنا لا تحاول أن تتصرف في المال الذي هو للورثة، لكن بعضهم يظن أنه من العدالة يخرج مبلغ من المال، وهذا المبلغ من المال أخرجه لورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لا وصية لوارث. والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا التفريق وهذا التأصيل والتقعيد في قضية التمييز وعدمه من حيث العطايا ومن حيث النفقات. فالحقيقة هذا أمر يعني من التجلية بمكان، بحيث حقيقة ما يأتي الإنسان في تصرفاته من يعني ناحية عاطفية، إنما يكون يعني يحقق العدل ويحقق لكل يعني حالة، يعني سواء في التفاوت في التعليم أو في غيره ما يقتضيه. في هذا الجانب أيضا نحب أن يعني نتطرق إلى موضوع ذات أهمية، ونحن يعني نتحدث عن الرحمة وعن حسن التربية. فالحقيقة المرحلة الصغر كأنها فضيلة الشيخ تتجه إلى شيء من التلاطف وإلى شيء من الرحمة والتقبيل والضم ونحوه، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة يعني ما بعد التمييز إلى البلوغ وكذا. فنحب حقيقة أيضا الأسلوب التربوي المناسب بين الذكور والإناث، وهل للرجل ما يناسبه مع الأبناء أو البنات مع الأم كذلك، بحيث حقيقة تكون التربية يعني مكتملة النواحي البنيوية لهذا الطفل، يعني بين العاطفة وأيضا لا تكون دائما لين وكذا. هل هناك أيضا ما يقتضي أخذه إلى شيء من كما في حديث يعني مثلا الأمر بالصلاة كيف تكون وكذا؟ هذه القضايا أيضا التطرق إليها نحب أن يكون حاضر في المستمعين والمستمعات، حتى إن شاء الله تعالى نعطي الموضوع ما يناسبه وحقه في الجوانب التربوية أيضا. تفضلوا جزاكم الله خير. الله يجزيك الخير.
أنا يمكن في موضوع غفلت عنه، وهو يعني الطرف الآخر لحالة الإنفاق، وهو مسألة التربية. نعم. جزاك الله خير يعني. نعم. لأنه كما أنك تعدل بينهم في الإنفاق، لا بد أيضا أن تعدل بينهم في التربية. جميل. موضوع التربية مسألة فعلا حساسة جدا منذ الطفولة. أنت يلزمك كيف تحاول أن تقترب من الأبناء حتى تستطيع أن تؤثر فيهم، حتى تستطيع أن توجههم، حتى تستطيع أن ترشدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والشريعة بشكل عام نصت على أن من واجبات الوالد ومن حقوق الأبناء على والدهم حق التربية، حق التعليم، حق التنشئة، حق التوجيه، إلى أن يصل الإنسان كما تفضلت إلى مستويات متقدمة. الأبوة لا تسقط بطبيعة الحال، قد تقل التكاليف عليهم بعد أن يبلغ الرشد، لا يستطيع أن يمارس بعض الأشياء عليهم، لكن إلى أن يبلغ الرشد فأنت هم تحت ولايتك المباشرة، تحت الولاية المباشرة. بما أنهم تحت الولاية المباشرة فإن الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الرعاية، الاهتمام، التنشئة، التلقين، غرس القيم الإسلام، هذه كلها من القضايا التي لا بد أيضا أن تكون حاضرة فكما تفضلت، إذا كان والله في الطفولة تعاملنا معهم بالرحمة، تعاملنا معهم بالتقبيل، تعاملنا معهم بالاحتضان، تعاملنا معهم بالاستقبال، تعاملنا معهم بما يجعلهم اللعب معهم بعد الأوقات، تخرج اللعب معهم، ستلاحظ أنك نعم. في نفس هذا التوقيت أن تعلمه الصلاة، وأن تعلمه شروطها، وتعلمه. وهنا سنلاحظ بأن بعض العلماء قالوا إذا كان والله مروهم بها ل7 فمعنى ذلك لن تأمرهم إلا وقد علمتهم قبل ذلك نعم. الأحكام، مش كده؟ يعني أنا مثلا من السنة الخامسة قد اصطحبه دون أمر، يأخذ الوالد طفله إلى المسجد لكنه لا يأمره. في هذه المرحلة لا يأمر، لكنه قد يكون يأخذه مثابة تدريب. جميل. يتوضأ أمامه وقد يعلمه الوضوء. ولذلك الحسن رضي الله عنه لما روى حديث القنوت تقريبا كان عمره صغير جدا، تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكان يحفظ أشياء. فكذلك الطفل لما أنت أصلا تريد أن تأمره بالصلاة يكون حافظ سورة الفاتحة، مش أقل شيء، عارف ما هي أركان الصلاة، عارف كيف يصلي. لما تأمره بالصلاة سلفا أنت علمته إيه؟ علمته الصلاة قبل 7. طيب سيظل فلسفة الأمر مستمرة إلى 10. إلى 10 لا يضرب عليها، يعني الشريعة تقول لك لا تضربه حتى 10. وهذه تكاد تكون قاعدة عموما في عدم ضرب الأطفال قبل 10. وربما ذهب إلى ذلك العديد من العلماء ومن الشيخ الألباني من المعاصرين، وهو أن الطفل لا يضرب دون 10، أنه سلفا لا يفهم منطق الضرب في هذه الفترة. ثم بعد 10 أضربه في الصلاة، إذا كان لا يصلي يضرب على إيه؟ على الصلاة، ليعرف قيمة وأهمية الصلاة. والألباني يقول لا يضرب في غيرها حتى لا تختلط عليه وتتشوش الأشياء، لا، أنه يضرب في شيء واحد وهو الصلاة. يا سلام. وبالتالي هو يعرف قيمته، إنه ما ضرب إلا في إيه؟ أمر عظيم، في أمر عظيم. وهكذا على كل هذه فلسفة الضرب. فهنا لاحظ الآن أنت ذهبت معه إلى هذا المستوى، ضربته في 10. بطبيعة الحال بعد 10 كأنما النمط سيتغير. إذا كان والله في الطفولة ستستخدم معه الترغيب غالبا، يمكن ما بعد ذلك ستستخدم معه الترهيب أيضا، اللي هو التخويف أحيانا، التهديد أحيانا، التلويح أحيانا، التحفيز أحيانا، كل ذلك في سبيل أن ستدخل بعد ذلك في مرحلة المراهقة بطبيعتها، وهذه طبعا تحتاج إلى شيء مختلف تماما، لأنك ستدخل مع شخص سيتغير تغيرا نفسيا وتغيرا بنيويا وتغيرا عقليا، وحينها أنت ستحتاج كذلك إلى نمط خاص من التعامل في هذه المرحلة، ولها على كل هذه أيضا طريقتها في التعامل الخاص، يعني لأن طريقة التعامل مع المراهق تختلف تماما عنه. وهنا بطبيعة الحال ستختلف البنت عن الولد، ويمكن كما تفضلت أن تكون هنالك مساحات للبنات مع الوالد في قضايا معينة، وقد تكون هنالك مساحات مع الوالدة أيضا في قضايا معينة، وكلا الأطراف. وهنا يعني الأفضل دائما أن تمثل الأم دائرة الاحتضان والحنان والرأفة والرحمة والاحتواء، ويمكن الأب أن يمثل الوجه الآخر، لأن الإنسان سبحان الله بطبيعته يحتاج إلى الترغيب والترهيب. لكن إذا تحول الطرفان الأم والأب كلاهما في مسار واحد، إما أن يكون والله رقة تامة ولا شدة فيها، أو شدة تامة ولا رقة فيها، غالبا سيؤدي إلى اختلال
في البنية. والله سبحانه وتعالى العليم الخبير بهذا الإنسان. لو تأملنا القرآن من أوله لآخره فلسفة الترغيب والترهيب حاضرة دائما. يعني لا تذكر الجنة إلا مع النار، ولا يذكر الوعيد إلا مع الوعد، وهكذا. فنحن في هذه الأمور أيضا لا بد أن نستصحب هذا الجانب. في نقطة أيضا مهمة ربما غفلت عنها في السؤال الماضي، وهو أن المعاملة أو العدل في المعاملة هل يقتضي المساواة في المحبة القلبية؟ نقول ليس بلازم. يعني قد يكون الأب يحب أحد الأبناء، لكن هذا الحب القلبي يجب أن لا يؤثر في التعامل، بمعنى أنه والله هو لأنه يحبه يؤثره في المعاملات. قضية الحب أمر قلبي، كما أن الرجل مع أزواجه قد يحب واحدة أكثر من الأخرى، ينصحب أيضا على الأبناء، نفسه على الأبناء. جميل. فليس بلازم أن نقول لماذا؟ أقول لماذا؟ لأنك ستجد في ولد عاق وفي ولد بار. نعم. طبيعي جدا الإنسان يميل لمن؟ نعم، الذي هو يبره، مش كده؟ في ولد ما شاء الله نابغة جيد ممتاز، يهتم بالدعوة، يهتم بالإسلام، يهتم بكذا، وفي شخص آخر لا. ففي المعاملة يعاملهم بشكل واحد، لكن هذا يحبه وهذا ليس بلازم إيش؟ قد تكون أقل. وقصة يوسف عليه السلام قد تكون واحد من النماذج على كل. نعم. كان يحب نبي الله يعقوب يوسف عليه السلام حتى أدى هذا الأمر إلى ما أدى إليه. عموما هذه تتفاوت فيها، بس أهم شيء أن لا يتحول الحب القلبي إلى آثار عملية بحيث يتفاوتون في العطاء ويتفاوتون في هذه الأشياء يعني. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير. ننتقل يعني إلى لعل خلاصة من يقوم حقيقة بهذه الرحمة وحسن التربية لا شك أن له حقيقة من الأجر العظيم والثواب الكبير. يعني هذه يعني نقطة مهمة، يجب أن الإنسان يفعل شيء ليلقى يعني حقيقة يعني ثواب من عند الله كبير، يعني سواء فيما يلقاه من البر، سواء فيما يلقاه من الأجر. ثم أيضا نلحق به النقطة الأخيرة اللي هي يعني الأجر المترتب يعني على البنات. من كان له بنت 3 بنات فلو حتى أن أحد الصحابي قال فاثنين كيف، وربما واحدة لو قيل. الحديث في هذه الحيثية إن شاء الله حتى نختم به حديثنا الماتع الطيب في هذه الحلقة. جزاكم الله يجزيك الخير. أولا بالنسبة للآباء عليهم أن يستحضروا بأن الأبناء بعضهم منهم ومن كسبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأب الذي يساهم في التنشئة، يساهم في التربية، يساهم في الإعداد، يساهم في الإنفاق، تصور أن كل هذه سواء بغض النظر عن العدد، له ولد، له ولدين، له 3، له 10، لكنه كل هؤلاء في ميزان حسناته. يا سلام. في ميزان حسناته من الإنفاق، في ميزان حسناته من التربية، من التوجيه، من الإرشاد، حتى من الصبر عليهم. يعني ما في برضه عقوق، قد يكون بعض الأبناء عاقين ويصبر عليهم، صبره عليهم أيضا داخل في إيه؟ فلا بد أن نستحضر هذا المعنى. الأمر الثاني أيضا من الأشياء المهمة جدا، وهذه أنا أنبه عليها كثيرا، أن لا يكون تفكير الوالد مع أولاده بالمقابل. نعم. يعني فكرة المقابل هذه يشيلها من رأسه، إنه والله أنا أعطيهم ليعطوني. فإذا شعر بأنه والله لا، في واحد من الأولاد لا سوف لا يعطي، فيروح لا يعطي، لا تحرم حقه. لا، الحقوق لا تعود إليك. أنت فكر في شيء واحد، أن الله سبحانه وتعالى هو المكافئ والمجازي. جميل. وأن كل ما تفعله تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأولاد إن قاموا بواجبهم تجاهك بعد ذلك فهذا شيء يليهم، لكن لا تنظر إلى المسائل بمنطق المكافأة ومنطق أن والله أفعل ما أفعل، ليس بهذا الشكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما منعك من التفاضل من هذه الزاوية، لأن أنت في النهاية سوف لن تقبل التفاوت أيضا في معاملتك بطبيعة الحال. فالشاهد هنا على كل نحن لا بد أن نستحضر أن هذا الأمر أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين ربوا وأحسنوا، أعد لهم الجنان يوم القيامة. أيضا من الأشياء التي ستبقى كما يقولون تذهب ويبقى الأثر عندما تربي وتنشئ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يعني ابن آدم إذا مات قال انقطع عمله إلا من 3، واحد منها وولد صالح يدعو له. وهنا كلمة ولد تعني الاثنين بحسب الكلام اللي ذكرنا. فعندما يكون لك أولاد ما شاء الله يدعون لك ويتصدقون وقد يعتمرون
وقد يحجون يا سلام. وقد يفعلون الأشياء المالية الكثيرة، وجود. يطعمون ويجودون ويصلون من ورائك الرحم، كل ذلك سبحان الله يكون إيه؟ فأنت ذهبت إلى الآخرة والأعمال إيه؟ نعم. من ورائك. الفضل دكتور جزاك الله خير. نعم. البنات مثلا. أحسنت. هذا فيما يتعلق بما سيرجوه. حقيقة في موضوع البنات هنالك فعلا أحاديث كثيرة نعم. أثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن من كانت له بنتان، يعني مثلا واحد من الأحاديث قال من عال 3 بنات، عال 3 بنات قال فأدبهن نعم. وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. يا سلام ما شاء الله. في بعض الروايات و2 قال و2 نعم. قالوا ولو قلنا له واحدة لقال إيه؟ قال يا سلام. قال واحد. فضل الله يا سلام. وفي بعض الروايات تذكر أخوات، بنات أو أخوات، نعم. يعني اللي ما عنده أيضا بنات فليحرص على إيه؟ نعم. على أخواته. سيأتي هنالك سؤال، لماذا كل ذلك؟ يعني ليش والله البنات تحديدا؟ نعم. السبب سبحان الله هنالك كانت مشكلة اجتماعية ربما قد تكون موجودة الآن أيضا، وللأسف الشديد بعض الناس يظنون أنها انتهت، خصوصا في المشرق من الصين والهند، وهو قتل ووأد البنات. هذه الظاهرة الإنسانية، الظاهرة البشرية اللي كانت في العرب بصورة واضحة يئدون البنات، فحرم الله عليهم قتل البنات. نعم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ونقلها النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها الشارع من حالة الوأد إلى حالة الحقوق المتكافئة والمتساوية والاهتمام بها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه المسألة حتى يرفع عن الحالة النفسية في الإنسان عندما يبشر بأنثى لا يظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا، ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذه أول كانت حالة عامة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والشارع أراد أن يجعل مكافأة وجائزة وتحفيز ويعالج المرض النفسي في هذا الإنسان الذي ينظر إلى البنت بأنها شيء ناقص. وبالتالي سبحان الله لا تكاد تجد ما هو في تربية البنات. الأمر الثاني، البنات بحاجة إلى من يعون إلى سند، فكن لهن أنت السند وكن لهن أنت الذي يعني تقف من ورائهن. جميل، شكرا لكم. حقيقة على وجه السرعة ورد سؤال في الأسماء المتشابهة، هل يعني فيها إشكال يعني بين النساء بعد الأسماء بين الأولاد والبنات، والأولى تجنبها؟ على كل في بعض الأسماء محتملة، وهذه غالبا العرف يكون هو السائد يعني الذي يحكم في هذه الأمور. يعني في بعض الأسماء مثلا إيمان أحيانا تجد، وإسلام قد تسمى بها بنت وقد يسمى بها إيه؟ نعم. الولد. لكن إذا كان الاسم كان الغالب فيه للنساء تجنبه، إذا كان الغالب فيه. يعني الآن من النادر واحد يتسمى، رجل يسمى عائشة أو يسمى خديجة ويسمى آمنة، مش كده؟ نعم. لا هذه خلاص أشياء عرفيا عرفت بأن هذه أسماء بنات. نعم. فهذه يجب أن تجتنبها، لكن أحيانا في أسماء محتملة فلا حرج في ذلك، والله أعلم. شكر الله لكم. في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على ما تفضل به وعلى ما قدمه لنا من فوائد وعلاج وتبصرة وذكرى في تحقيق موضوع الرحمة وحسن التربية للأبناء. ولا شك أن هذه مسؤولية على الآباء بقدر ما نتفقه في هذا الأمر ونكون على نور فيه من كتاب الله ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون ذلك بإذن الله مصدر استقرار وطمأنينة وسكينة في بيوتنا، بيوت الإسلام. شكر الله لكم حسن استماعكم، وفي ختام هذه الحلقة نقول جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.